واش عمرك سولتي راسك علاش من كتكون بخير في حياتك وكل شيء مقاد، عندك لا مشاكل، ما عندك لا صداع ومرتاح وخدام وما ناقصك حتى خير، ولكن مع ذلك كتكون ناسي الله وما كتفكروش بزاف، غير كطيح في شي مشكل تولي تصلي وكتدعي الله وكطلبو وكتبقى تنهد وكتهز راسك للسما وكتقول يا ربي لما وقف معايا. علاش كنتفكروا الله غير في وقت الشده وكنساوه من كتكون الدنيا ضاحكه لينا وكل شيء مقاد؟ واش حيت الانسان منافق ولا كاين شي سر في هذه القضيه؟ اليوم غادي نحاولوا نفهموا هذه الحقيقه اللي هي علاش كتقرب من الله غير من كتكون طايح في المشاكل، وغادي نعرفوا شي حوايج اللي ممكن يبدلوا لنا علاقتنا مع الله للاحسن. ركز معايا، الانسان الطبيعه ديالو كيرجع لله بالفطره، يعني اوتوماتيك من كطيح بشي مصيبه ولا كتوقع ليك اي حاجه خايبه في هذه الحياه، اول حاجه كيديرها قلبك كيقلب على جهه يتسند عليها، وهذه الجهه هي الله سبحانه وتعالى. علاش؟ حيت اصلا قلب ديال الانسان مفطور يعرف ربه، حتى لو كان هذا الانسان صاحب هذا القلب غافل عن ربه ودينه، بعيدا كل البعد، يعني بعيد على الله، ما كيصلي، ما كيطلب الله، ما كيذكر الله، ما كيصدق، ما كيقرا قران، ما كيدير حتى شي حاجه زوينه مع الله سبحانه وتعالى اللي غادي يلقى بها الله، ولكن غير كتدور به الدنيا وكيطيحوا الاقنعه كيبان الاصل. ولهذا بزاف ديال الناس ما كيعرفوش الله حتى كتجي شي مصيبه ولا شي ابتلاء وكيعرفهم عليه. بزاف ديال الناس كيكونوا بصحه جيده وما مرض ما والو، غالبا قليل فين كيتفكروا الله ويطالبوه ويحمدوه على النعمه اللي عاطيه. انا ما كنعممش الا من رحم ربه، كاينين بزاف ديال الناس تيحمدوا الله على النعم اللي عنده، ولكن الا مشيتي غير شي طبيب غتلقى بزاف ديال الناس مرض وطايحين، والاغلبيه فيهم كتلقاهم كيتالموا، كل احساس بالالم كتلقى خارج معاه واحد الكلمه. عرفتوني علاش كنهضر؟ ياك الله يا ربي وربي. وكاين اللي كيتفكر امه وتكون مريض ولا واقع له شي حاجه ولا مهرس ولا ما عرفت شنو طار عليه وكيبدا يغوت وامي متي وامي. الاغلبيه كتلقاه في ديك اللحظه ما باغي والو في هذه الحياه، باغي غير ربي يشافيه. هذا الشيء كامل ماشي صدفه، حيت هذه هي الطبيعه ديال الانسان. المشكل ماشي هو انك كترجع الله غير من كتكون طايح في شي مشكل، المشكل هو ان بزاف ديال الناس مخلين الله غير في الطوارئ. ملي كتضيق كتهز يدك وكتقول يا ربي، وملي كتكون بخير تكون ماكتيفي مود افيو او باز. تخيل معايا دابا شي صاحبك كيعيط لك غير من كيكون محتاج شي حاجه، ومن كتكون انت محتاجو كتصوني ليه ما كيجاوبش، كتصيفط ليه ميساج ما كيجاوبش، ولا حتى لا جاوبك كيطلع لك في ولا كيجاوبك معطل. ودابا بينك وبين راسك باش غادي تحس كيفاش غتكون هاد العلاقه مع صاحب وربي اللي خالقك وكيرزقك كيصوني ليك 5 المرات في النهار بهذا المفهوم ديالنا اللي هي 5 الصلوات وما كتستجب، وربي اصلا ما محتاجش لينا، حنا اللي محتاجين ليه وحنا اللي غادي نستافدوا من ديك الصلاه. ومع ذلك الله يهدينا كنفرطوا وكنتفكروا الله غير في الشده. خليني نعاود لك واحد القصه صغيره. كان واحد الشاب سنين هو كيقلب على خدمه باش يخدم، كيدفع لي سي في، كيدوز لي كونكور، والو، البيبان مسدوده، وديما كيسمع واخا لا احتاجينا كنعيطوا. خونا ولا عايش واحد ستريس وواحد الاحباط، ورغم ذلك كيصلي ولا كيقوم الليل وكيدعي الله وزيد تقرب من الله. داز الوقت الدري الظروف ديالو تبدلات ولقى خدمه وتحسنات الوضعيه ديالو. خونا مني خدم ولا كيجي من الخدمه عيان ولا كيجمع الصلاه ولا كيعكز، وبعد المرات ما كيصليش، وبقى ملاهي مع الدنيا وجمع الفلوس وتابع الخدمه، وبلا ما يحس رجع للغفله. حتى لواحد النهار وقع لي واحد المشكل في الخدمه وحبسوه. اول حاجه جات في باله هي يرجع لله ويتقرب من الله كيف ما كان شحال هذا. هاد الدري صراحه واعي وفي شكل كان صريح مع راسه، هو يسول راسو واحد السؤال، قال واش انا كنعبد الله ولا دايرو غير قنطره استغفر الله العظيم باش نخرج من هاد الازمات وهاد المصائب اللي كنطيح فيهم؟ من بعد ما سول راسو هاد السؤال خونا تبدلات النظره ديالو للحياه. بعض المرات الابتلاء كيكون رحمه لينا حيت كيكون هو السبب باش ترجع لله. وشحال من واحد عرف السجود بسبب شي مصيبه، وشحال من واحد عرف الدعاء بسبب شي انكسار، شحال من انسان بسبب ازمه داز منها كانت هي البدايه الهدايه ديالو. يقول الله في كتابه العزيز وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. واحد السؤال مهم، علاش الانسان كيغفل من كيكون مرتاح؟ حيت النفس ديالنا كتنسى دغيا، ومن كيكون الانسان غارق في النعم كيجيه واحد الاحساس وهمي بالتحكم، ويبقى يقدر يقول انا اللي درت، انا اللي خدمت، انا اللي وصلت، انا وكيولي الانسان كينسب كل شيء لراسو. وهذا هو اكبر قالب واكبر فخ يقدر يطيح فيه شي واحد، كما جرى مع فرعون. الا تذكرت فرعون قال انا ربكم الاعلى، شفتوا فرعون شنو طرالو. وقارون قال انما اوتيته على علم من عندي. ربي مغرقنا في النعم، والحقيقه ديال هاد النعم هي في الاصل اختبار. راه الابتلاء ماشي محصور غير في المرض ولا شي مصيبه ولا شي كارثه تسلطات عليه، راه النعم حتى هي ابتلاء واختبار. الفلوس،
ابتلاء. الذريه الاولاد حتى هما ابتلاء. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. الصحه حتى هي ابتلاء. ربي يعطيك الصحه وغادي يختبرك بها باش يشوفك فاش غادي تستغلها. واش كتستغلها في المعاصي والشهوات وكتعدى على عباد الله، ولا كتستغلها في الخير وكتعاون الناس في شي امور كتطلب القوه والصحه؟ وعلى عكس ذلك حتى المرض والانسان اللي ما عندوش الصحه كيشوفوا ربي واش غادي يصبر لحكم الله سبحانه وتعالى. شفتي غير الراحه والجلاس حتى هي غتحاسب عليها. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه، وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه. البق ما يزهق والله يمد زقلك شي حاجه. اصبر. الحصول الا بغيتي تبدل وما تبقاش حتى يوقع لك شي مشكل عاد ترجع لله. حاول دير واحد الشكر يومي كل نهار. اختار على الاقل واحد 3 النعم وحمد الله عليها. واخا حنا اصلا غارقين في النعم ديال الله. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. واخا هكاك اختار غير 3 النعم وشكر الله عليه. هاد الطريقه غتقتل شي حاجه سميتها الغفله، وغتبقى ديما في اتصال مع الله. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ومن تلقاش وقيته صلي شي 2 ركعات وطلب الله وشكره، ومن تسالي هز يدك لله وادعي وطلب منه أي حاجة بغيتيها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مثلا تكون غادي للخدمة ولا غادي سايق في الطريق، شغل فمك بذكر الله. فين ما تلقى شي فرصة استغفر الله، حيت الذكر عنده واحد الأهمية كبيرة في الحياة ديالنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفين ما يبان ليك شي عمل ولا شي حاجة غادي تقربك من الله ديرها بلا ما تردد. ونوصيك هادشي حاول تعود عليه، ماشي ديرو غير من تكون طايح في شي مشكل، لا ديرو حتى ولو انك بخير وعلى خير. الحمد لله في السراء والضراء. ومن طايح في شي مشكل ما تقولش علاش سيدي ربي وعلاش غير انا، ولكن قول شنو بغى الله يعلمني بهذا الشيء اللي وقع لي. وبهذه الطريقه غتكون تبدلات النظره ديالك لهاد الحياه. هذا ميساج للناس اللي وصلات حتى لهاد اللحظه في هذا الفيديو وكيشوفوا راسهم مازال بعيدا على الله ومهمومين ومعذبين في هذه الحياه. اسمعني اخويا ولا اختي، ممكن هذا الفيديو يكون بدايه ديال احسن حاجه غتوقع لك في حياتك، اللي هي ترجع لله سبحانه وتعالى اليوم قبل غدا ودابا، ماشي حتى من بعد. حيت الله الا بغى لك الهدايه غيجيبك لعند والله. عنده بزاف ديال الطرق ومبدع فيها لدرجه ما تطيحلكش على البال. ولكن بيني وبينك انا نختار نرجع لله، وانا في السراء خير ليا ما يرجعني الله بشي الام ولا شي مصيبه. وبزز منك غترجع غصبا علي. عرفتي علاش؟ باش ما تضيعش. حيت دائما وابدا الله كيبغي لينا غير الخير. خايف تقرب من الله غير في المشاكل؟ انا غنقول لك واحد الحاجه باش نختموا بها ان شاء الله هذا الفيديو. رجع لله، واخا تكون بسبب شي مشكل وقع ليك غير رجع. ولكن بدل علاقتك مع الله من علاقة الطوارئ إلى علاقة دائمة ومستمرة. حيت اللي عرف الله في الرخاء كيعرف الله في الشدة. كتب لي في تعليق واش عمرك حسيتي أنك رجعتي لله بسبب شي مشكل. بغيت نقرأ قصصكم. السلام عليكم.